قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. حتى في الآخرة، نعم، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. وأسباب تحصيل الرزق نوعان: أسباب مادية دنيوية وأسباب إيمانية دينية. أسباب مادية دنيوية: خلق الله الكون وأودع الكون أسبابا وقوانين ونواميس، فمن أخذ بهذه الأسباب أعطته الأسباب ثمرتها ونتائجها. فلو زرع الأرض الكافر وأخذ بالأسباب المادية واعتنى بالزرع، حرث الأرض وزرع وسقى واعتنى، لابد وأن تعطيه الأرض ثمرتها بموعود الله وقانونه الذي أودعه الكون، لأن الله يرزق الكافر والمؤمن على السواء. فلو أهمل المؤمن الموحد الأرض والزرع سيهلك زرعه وسيفسد زرعه، ولم تعطيه الأرض ثمرتها بدعوى أنه مؤمن. أرجو من أحبابنا وأولادنا أن ينتبهوا لهذا، مش كما يقول كثير من أولادنا: أكل ونوم يديك دبلوم في الخيادة وفي الكسل. والأمة الآن في آخر الركب لتفريط كثير من أفراد الأمة بالأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع والإنتاج والتفوق والعطاء، لكننا نستورد أقل قطعة خيار لدراجة من الدراجات فضلا عن المصانع العملاقة، لأننا فرطنا في الأخذ بأسباب التفوق والإبداع. فلا بد أن نعلم أن الأخذ بالأسباب المادية سبب لتحصيل الرزق، فإن فرطت في الأخذ بالأسباب فكيف تحصل ثمرة الأسباب؟ قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا. افعل، تبحث عن الرزق، لا تنتظر حتى يأتيك عمل يتناسب مع شهادتك العلمية، لا تنتظر هذا، بل ابحث عن أي عمل شريف طيب حلال ولو كان أقل من مستواك العلمي، لكن لا تجلس لتصبح عالة حتى على والدك أو على مجتمعك. تحرك، وأقسم لك بالله لو سعيت لو زدت بفاء الترتيب والتعقيد، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق. فكأن الأكل من الرزق نتيجة حتمية قرآنية للسعي في الأرض وللمشي فيها وللبحث عنها. فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق. فمن لم يمشي في مناكبها فلا ينتظر الرزق. إذا لابد من الأخذ بالأسباب. ذكرت قبل ذلك على فضائية من الفضائيات أنني توقفت أمام شاب على شاطئ النيل، وجدت الشاب يحمل صينية وعلى ترمس شاي ومجموعة من الأكواب، ولد يلبس لباسا جميلا، فلفت نظري بخلقه وبطريقة تقديمه بعدم نظره إلى النساء، فتوقفت ونزلت من السيارة وناديت عليه، فقلت له: مثلا؟ قال: فلان. قلت: هل أنهيت الدراسة؟ قال: نعم، أنا خريج كلية التجارة. قلت: أنهيت الدراسة؟ عجبك كلية التجارة؟ قال: نعم. وماذا تصنع؟ قال: ببيع شاي. قلت: ما شاء الله، أسألك بالله بكم فرصة في آخر كل يوم؟ قال: والله يا شيخ أنا باجي هنا تقريبا من الصبح وبرجع بفضل الله في الليل خالص متأخر، وأبشره بفضل الله ما عدت يوما إلا وقد من الله علي أقل شيء 50 جنيه.
قلت أقسمت بالله وأنا في السيارة أن أقبل رأسك، فاسمح لي أن تقبل رأسك، وأنت أهل لأن أقبل يدك. شاب صاحب همة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الخطر. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. رأيت شابا آخر في أمريكا مصريا أنظر في فندق نزلنا فيه لمؤتمر إسلامي، وإن هذا الشاب يكتشف ويأتي ويروح، فقلت هل أنت مسلم؟ قال نعم أنا مصري. قلت أهلا وسهلا، ماذا تصنع هنا؟ قال أنا شغال هنا. شغل إيه؟ قال بغسل الأطباق، بغسل الصحون. قلت أنهيت الدراسة في مصر؟ قال أنا خريج كلية الهندسة، مهندس. شاب آخر استوقفته في مدينة 6 أكتوبر على دراجة يحمل طلبات للناس وهو يعمل في سوبر ماركت أو في محل كبير، لأننا نحب هذه الألفاظ الأجنبية. فقلت له ماذا تصنع؟ قال والله أنا شغال في المحل ده بوجه طلبات الزبائن في البيت. قلت ما شاء الله. أنهيت الدراسة والله فاجأني، قال أنا خريج كلية أصول الدين. شباب، هذا هو الشباب الذي ينبغي أن نكرم، لكننا نكرم الآن الراقصين واللاعبين. هذا هو الشباب الذي يجب أن تكرمه أمته، وهذا هو الشباب الذي يجب على رجال الأعمال أن يتقوا الله عز وجل فيما من الله به عليهم من مال، وأن يفتحوا المصانع والمتاجر لتوظيف هذا الشباب الطاهر الطائع السخي النقي. المهم أن تعمل، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقك وإليه النشور. أما أن تقضي الليل كله على شارع من الشوارع أو على ناصية شارع من الشوارع أو أمام الأفلام الفاضحة الجنسية الداعرة أو أمام المسلسلات الهادفة، وأن تقضي النهار كله نائمة بدعوة ما في الشغل، والله لو تحركت لرزقك، والله لو مشيت لرزقك، والله لو سعيت وصدقت لصدقك. وعد الله عز وجل. ابحث وكن رجلا وكن صاحب همة وإرادة. أمتك الآن في حاجة إلى جهدك وإلى عطائك وإلى عملك وإلى صدقك وأخلاقك، ولا تحقرن من المعروف شيئا. السبب الأول سبب مادي يجب على كل مسلم أن يأخذ به وأن يسعى على قدر طاقاته وقدراته، وأن يعلم يقينا أن الرزاق جل وعلا سيرزقه، لأنه القائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أسباب أخرى هذه أشوفها للموحدين للمؤمنين، أسباب دينية إيمانية لتحصيل الرزق. أولها صدق التوكل على الله جل وعلا. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا خلاف على الأخذ بالأسباب المادية كما ذكرت، لكن هذه أسباب أخرى رزق الله بها الموحدين فقط والمؤمنين فقط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. من يرزق الطير؟ تخرج في الصباح الباكر وبطونها فارغة خماصا، لكنها تسعى. أنت نائم لم تصل الصبح والطير يسعى، خرج يبحث عن الرزق، وأنت لا زلت في فراشك ما صليت الصبح إلا من رحم ربك. تغدو